يلا تعالوا كلنا كده نسمي بالله ونقول بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه ومرسلينه، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. حبايبي وإخواني الكرام، النهاردة يوم الجمعة، يوم مفترج. طبعا الصلاة والسلام على رسول الله من أفضل الأذكار التي يمكن أن تذكرها يوم الجمعة مع سورة الكهف. وطبعا لازم نقول كل سنة وأنتم حضراتكم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والصحة والبركات بإذن من الله سبحانه وتعالى، والعبادة والطاعات. ربنا يرزقني ويرزقكم الخير كله في هذا الشهر الكريم، ويجعله غفران لكل الذنوب ليا ولكم بإذن من الله سبحانه وتعالى. هنعمل تحديثنا الأسبوعي بتاعنا لمؤشر EGX والحالة الفنية اللي بيوصل لها المؤشر حاليا بدون تصحيح. احنا طبعا اتكلمنا على ان المؤشر محتاج يصحح، لان احنا واصلين ل يعني تشبع شرائي. وطبعا حالة السوق الناس كلها تعتبر يعني قلقة من حالات المتضخمة اللي فيها السوق. السوق زي ما قلت لكم قبل كده، هو بيجري ورا حرامي. يعني علميا السوق صعود ومحافظ على قوته الصعودية بدون نزول، ودي حاجة تخوف، لأن فترات النزول، يعني لو فكر المؤشر ينزل هينزل، الدعوم بتاعته هتبقى خفيفة جدا وسهلة الكسر. الدعوم هتبقى خفيفة جدا وسهلة الكسر. أقرب دعوم لك قوية هتكون تحت. هذا لا يعني ان انت ما تستفيدش من حركة السوق، لا، نستفيد من حركة السوق ونستفيد من الأسهم الإيجابية، تمام، ونستفيد من الحركات المضاربية اللي بتحصل جوه السوق. لكن الوقت ده وقت ان انت تجلس في سهمك، مالكش علاقة بالمؤشر. يعني لو سهمك مثلا إيجابي ولسه في خير، خليك معاه. سهمك قلة أدب وبيقل أدبه، لا اطلع منه، تمام. الفكرة فكرة ان السهم نفسه بقى هو المؤشر، ما بقاش المؤشر هو السهم. يعني ايه يا دكتور احمد؟ يعني في اسهم يعني صححت تصحيح قوي مع ان السوق بتصاعد ما نزلش. اللعبة ما بقتش ان السوق بيطلع فالاسهم كلها بتطلع او معظم، لا، الاسهم لها مقارات ومقارات فاسدين فسدة، بينزلوا بالسهم ونزول وهمي، ولكن نزول قوي جدا سعريا. يعني كسعر هو بينزل جامد، لكن هو كل النزول ده نزول وهمي. الصعود اللي على الشهر دوت صعود مش مظبوط. المشكلة ان اقرب نقطة لينا على الشهر 42648، اقرب نقطة دعم ليك، واخترق المقاومة 47700 زي السلام عليكم. وده طبعا مش هيتأكد الا في شهر 3، واحنا لسه في اول 2 يا جماعة. يعني هيبقى في سيولة ممكن تتسحب للسوق. طب تقصد ايه يا دكتور احمد؟ بص، في هيحصل السوق ده هيبقى فيه انك انت تقدر تبيع تكسب في الاتجاه الهابط. انا سالت ناس متخصصه قال لك يعني المكسب في الاتجاه الهابط الغير شرعي في السوق. انا ما اعرفش، انا ما لا افتي،
لا افتي ومالك في المدينه، انا ما بفتيش، بس انا بقول يعني في سالت الناس اقول لك لا ده غير شرعي. تمام. بس ايه اللي هيحصل بقى وقت النزول؟ في ناس حيتان لما السوق هينزل هيبيعوه، هيكسبوا في الاتجاه الهابط، عشان كده ما عندهمش اي مشكله ان السوق يصعد. عارف لما ما كانش فيه انك تقدر تبيع في الاتجاه الهابط وتكسب منه، كنت هتلاقي السوق صعود وهبوط وهبوط عادي. لكن دلوقتي في بيع على المكشوف، بقى في سيل، السوق بقى ماشي في اتجاهين، ودي حاجه جميله جدا للسوق يبقى ادفانسد، نبقى زي السوق الامريكي كده. يعني ان سوق مصر يبقى سوق متطور حلو، يعني انت تقدر تكسب في الاتجاه الهابط. اللهم ان بقى ده حلال او حرام دي حاجه ما نتكلمش فيها، خلينا نتكلم في المبدا، الكونسبت نفسه ده كويس جدا 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 جدا. ادفانسد، السوق هيبقى ادفانسد. انت مثلا لما تلاقي سوق في اتجاه واحد زي السوق السعودي، سوق زباله، سوق تفو، سوق تفو كده، تفو عليه تطف على امه، سوق زباله. السوق السعودي ده سوق زباله، يمكن اوسخ سوق في الاسهم الخليجيه، ومع انه اكبرهم بس هو سوق زباله، زباله. وطبعا مش هقول لكم الاسباب، كل واحد بقى عارف الاسباب لوحده. تمام. اما السوق المصري لا، سوق نظيف حق الله، يعني مهما كان في شغل اقدر اشغل الناس، اقدر اكسبهم، اقدر اقول له خش ده هنا، تعال نخش هنا ونكسب مع ده واكسب مع ده، وربنا يرزقني مع ده وربنا يرزقني مع ده، والخير لله. واللي ما يعرفش دكتور احمد يروح يسمع فيديوهاته ويخش على القناه ويعرف هو مين دكتور احمد، يعرف اي سبب ينزل دكتور احمد بيبقى علامه تريد مارك زي اسمي، وده فضل الله علينا، لا نملك لنفسنا لا ضرا ولا نفعا، دي موهبه ربنا اداها لنا، موهبه العلم والخبره والدراسه وسنين في اسواق المال. ما شاء الله لا قوه الا بالله، كل اعوذ برب الفلق في وش نفسي اولا وفي وش اي حد. اللهم لك الحمد، ما فيش زينا بفضل الله، ما فيش زي فضل الله علينا بفضل الله في علم الاسهم واسواق المال. مكاسبنا اللهم لك الحمد قويه جدا. وطبعا ما اقدرش انكر لنفسي ان بفضل الله ربنا جعلني، يعني اللهم لك الحمد، في الشغلانه دي من كتر حب فيها، فانا يعني في دمي ما شاء الله لا قوه الا بالله. انا بشتغل حاجه بعشقها. على فكره انت لما تشتغل الحاجه اللي بتعشقها تبدع فيها، بس تكون هي الحاجه اللي بتعشقها، ما تشتغلش شغلانه غير شغلانتك. دي نصيحه، يعني مش عايزين نطلع بره العلم. فالمهم يعني كل ما السوق بيرتفع كل ما المخاوف بتشتد صعوبه. تمام. لو اتكلمنا على النطاقات الايه بقى، ايه يا دكتور احمد النطاقات الصغيره بقى، طبعا خلينا بس نحدد الايه. شايفين المقاومه القريبه مننا القويه، المقاومه القويه بتاعتنا عند 42296 596 ما لمسناهاش. طيب مقاومه تانية، ده الكلام ده عند النزول، لما ينزل هيبقى دي دعوم قصدي، يعني المقاومه دي تم اختراقها ما لمسناهاش الدعم بتاعها اللي هو 42 596. المقاومه دي تم اختراقها 44 294 ما تمش نزولها، حتى وصلنا الى هذه ال 46 946. تمام. ووصلنا الى هذه، انتوا متخيلين كل دي دعوم، كل دي دعوم. تعال نفصص بقى الكلام ده على المستويات الايه اللحظيه. يلا بينا يلا بينا. ادي السوق، شايفين السوق عامل زي الضفدع. عارفين الضفدع؟ في ضرب نار في السوق. انا طبعا ما اقدرش انكر الناس اللي معانا فلوسهم امانه في رقبتي، اي حد فلوسه معاه امانه في رقبتي، وانا الوحيد اللي بيشيل خساره بالكامل، وبقولها وعلى العلن. وما باخدش لما بتشتغل معايا ما باخدش رزق منك، ولا بقول لك هات لي 200 ولا 300 ولا 400 وبدخلك في الجروب واعمل لك مزراب اسهم زي ناس كتير قوي. يقول لك اعمل جروب في 1000 5 6 7000 10 على العام، ويقول لك الفي اي بي على الخاص، خش لي ب 300 400 جنيه على الخاص. تمام. يجمع له 20 من السبعه دول ولا التسعه دول ولا 10000 دول على العام، يقول ده، يقول لك ده قناه في اي بي
تخش عنده في اي بي تدفع 300 400 جنيه في الشهر. يا سيدي يدخل له 300، دخل له منهم 5000 شخص، 2000 شخص، اضرب في 300 او 3000 شخص في 300 بكام؟ 3000 في 300 جنيه 900000 جنيه. يا عم 2000 في 300 جنيه 600000 جنيه. يطولهم ده ويفضل يديك 600000 جنيه شهريا لو 2000 شخص ب 300 جنيه. تمام؟ ويقول لك ده في كاتيجوري بقى، يقول لك والله السهم ده استثماري، السهم ده مش عارفه ايه، السهم ده مضاربي، السهم ده مش عارفه ايه، السهم ده ايه. تمام؟ باقات. هو ملوش علاقه، هو يديك السهم والهدف والفول ستوب والستوب لوس، وانت مع نفسك بقى تختار اللي انت عايزه. انا مال اهلي، ما تقرفنيش معاك، تقرفنيش يا عم. انا يلزمني 300 600 الف دول اللي بيقولوا يلا انت في 60، ده ما يلزمنيش. تخسر تكسب، طبعا ما فيش، احنا عندنا الكلام ده يا باشا. ملعون ابو الجنيه اللي ما نتعبش فيه، مش عايزه. جنيه انا ما تعبتش فيه، مش عايزه. تمام؟ لكن انا بكسب من عرق السوق. لما بكسب مع الانسان ده لازم اخده من عرق السوق، يكون سهم شرعي. تمام؟ وربنا يرزقني معاه خير. هو كسب، انا اخد من رزقي من السوق نفسه، زي ما انا كسبته من السوق انا كمان اكسب من السوق. بس. طب والخساره يا دكتور عليا انا بالكامل. هل في حد بيعمل كده في الزمن ده؟ انا بعمل كده في الزمن ده. ليه؟ لان انا راجل بخاف ربنا وعندي علم بجد ومتاكد من ارباحي. اللي ربنا بيرزقني بيه مع الانسان ده انا بترزق بيه. رزقني ب 40، رزقني ب 50، هو رزقه ب 100، رزقه ب 200، انا ما عنديش مشكله. بس انا بشتغل بالسوق بعلم، بحيث ان الراجل ده فلوسه تبقى امانه عندي قدام ربنا. بس اي حد تاني بقى ما يشغلنيش بقى، اللي يقول لك يا عم ما الطريق الفلوس سهل، ما تجيبها بطريقه يا عم. ملعون ابوه جنيه ما تعبش فيه. اي حد بيعمل الكلام ده اقسم بالله فلوسه ما حلال، لانه ما تعبش فيه. ما ممكن يجيب التوصيات من انهي داهيه لو هو ما عندوش علم، ولا اي واحد حمار يحط اي توصيات. انا مالي، انا مالي التوصيه تنجح ولا تفشل، انا مال اهلي. خسارتك بالكامل عليك. يقول لك انا مالي، انا عايز منك ال 300 400 جنيه اللي باخدهم منك او 200 جنيه وتخش عندي واديك مزراب اسهم. عارف المزراب بتاع الشتاء؟ يفضل ينزل لك مزراب، السهم ده السهم ده هدف شراء دعم ستوب لوس، السهم ده اب. شغل الناس وسخه. ربنا ينتقم من كل واحد يعني حرامي بينصب على الناس بدون علم لاخذ اموالهم، وهو الفلوس دي ما تعبش فيها. الجنيه لو ما تعبتش فيه بجد بحق الله لا تستحله، لا تستحله. انك تخاف الله في شغلانتك دي افضل شيء تقدمه لنفسك امام نفسك. دي الرجوله، دي الجدعنه بجد، ده اللي بيخلص بجد لله. الكلام ده غالي على اصحاب النفوس الرخيصه، غالي، وعلى اصحاب الناس اللي ما بتخافش ربنا. تمام؟ يبقى عندنا ال 48 461. تمام؟ فالسوق ضعيف حتى الان. السوق مادام ماسك الترند ده احنا تمام. السوق طالما ما كسرش ال 46 946 احنا تمام التمام. طالما فوق 48 288 احنا تمام التمام. ولكن السوق كده بقى. هتقول لي يا دكتور استنى يا عم الحاج، يا عم يا دكتور بقى استنى، ايه يا عم؟ ده في اسهم كتير يا دكتور في الارض. اي نو. هو ايه اللعبه؟ اللعبه وسخ. هو في ايه؟ في محشي. السوق فيه محشي، انا اسف يعني، محشي اللي هو وساخه وقله ادب. مش قصدي كلمه وحشه يعني. تمام؟ محشي اللي هو من الناس الوسخه، المقارات اللي فيه. يعني الناس عايزه توسخ في السوق باقصى درجه ممكنه. حتى الان الحركه ايجابيه. امتى هتقلب سلبيه؟ ممكن دخلت رمضان، الله اعلم. ممكن رمضان يبقى ايجابي ودخلت العيد، الله اعلم. لغايه دلوقتي الحركه ايجابيه، لكن النزول هيكون نزول عنيف. يوم ما تلاقي ال 46 950 دي، او خليها 950 900، يعني 46 950 بلاش 946. يوم ما تلاقي 46 950 انكسرت، هتلاقي عندك ال 44000 واقفه لك كده بالمرصاد، تقول لك تعالى
هيطلع تاني شويه وبعدين ينزل عند 42,000. هيقف فين؟ مش عايزين نقول يقف فين، هيقف يعني وقفتك الحقيقيه عند دعم الترند الاصفر. يا دكتور احمد ده انت قلبك ميت يا اخي، وانا هكذب؟ وانا يعني اشتغلكم يعني ولا ايه؟ انا مش فاهم. 39,206 426 ليه؟ لان في اسهم كتيره قوي يا باشا ما جابتش اي حاجه يا باشا، ما جابتش حاجه خالص. ما جابتش شيء. فالسوق بيجري ورا حرامي. السوق بيجري ورا حرامي. عارف اللي بيجري ورا حرامي بيجري ورا حرامي، بيجري ورا حرامي كأن في حاجه انا ما نعرفهاش، في حاجه ما حدش يعرفها، في حاجه ما حدش يعرفها. لكن علميا السوق يخوف، فنيا السوق يخوف. انت هتقول لي يا دكتور كمؤشر سوق، انا اتكلم كمؤشر سوق يخوف. اما تلاقي الصعود صعود ايه يا عم ومفيش نزول وكله ضرب ضرب، مفيش شتيمه، مفيش شتيمه، مفيش شتيمه. طب انت النزول ده بيبقى صحي ان انت ما انتش خايف ان السوق متضخم فانت قاعد في سهمك ومش قلقان. السمك دلوقتي جاب خير وجاب وسمك ايجابي، خليك بقى في سهمك، لم نفسك بقى وعلم السهم هو ده اللي يهمك. ما دام سهمك ايجابي ولسه في خير خليك فيه، لان علم السهم دلوقتي يختلف عن علم المؤشر. انا نزلت على فكره، انا في خير بعمله اقسم بالله فيكم، والله العظيم ما في حد بيعمل زيي، اقسم بالله ما حد زيك يا دكتور احمد ولا هيكون بفضل الله. ده بالنسبه لمين؟ للسوق الايه؟ المؤشر ايه؟ ال 30. مؤشر ال 70 بقى لو جينا مسكناه هنلاقي مؤشر ال 70 انضف بكتير من مؤشر ال 30. ليه يا دكتور احمد؟ هنا بقى ده ودي افضل، يعني المؤشر ال 70 افضل مؤشر ال 30. طبعا ان اللي ما عندهاش علم، الناس اللي ما عندهاش علم للاسف بتطجن يعني، او غلابه، او فعلا غلابه، وعندها علم قوي على فكره بس غلابه يعني، ما اقدرش انكر لهم انهم غلابه. تمام. طيب ايه اللي حصل هنا بقى؟ اللي حصل هنا ان طبعا قال لك ان السوق ده ما دام كسر القاع اللي هو القاع بتاع ال 12490، قال لك ده هينزل. بس يا عم ده هينزل، قلت له انزل مني اهبل يعني، انزل مني متخلف، انت عبيط يالا، انت عبيط، ينزل ازاي يعني؟ انت عبيط يالا يعني. انت لو عندك علم بقى بجد وعايز تقول انا عندي علم، عندك علم، عندك علم كفته، عندك علم كفته 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 باللوبيا، انت عبيط. عارف الواد الغلبان ده يقول له انت عبيط في الفيلم مش عارفه بتاع النمله ده، صرخه نمله، يقول له انت عبيط، عبيط عبيط. هو فعلا انت عبيط. اي معلم لعب يقول لك ده كسر خلي بالك هينزل، ده هينزل. ينزل فين يا ابن الهبل؟ ينزل فين؟ ينزل فين؟ هي الاسهم اصلا جابت ايه في ال 70 عشان ينزل؟ الاسهم جابت ايه اهبل عشان ينزل؟ انت عندك علم انت؟ حلال حرام من اقسم بالله لو عندك علم هتقول ما فيش نزول، واللعبه دي والنزول ده كان نزول لعبه، والنزول ده كان نزول لعبه تخويف. لكن ما فيش حاجه اسمها ننزل. ليه؟ لان في اسهم في ال 70 لسه قدامها اهداف، لسه قدامها. ينزل فين يهبل؟ لكن لو السوق نزل ال 30 ممكن يتراخم، ممكن يتراخم ال 70 عند ال 11,000 نقطه، يعني تبقى فيها 1700 نقطه نزول، ممكن يتراخم. لكن مش كل الاسهم ال 70. عشان كده في اسهم هتعاكس حركه السوق، في اسهم ما بتطلعش دلوقتي لغايه دلوقتي بتنزل، وممكن يكون لسه لها نزول كمان حاجه بسيطه، بس لسه فيها خير، خيرها. عارف البهاريز بتاعت الكوارع؟ طب ما يا دكتور احمد الاسهم دي ايه لا ما هو ايه ده بقى؟ ايه ده للشغل الخاص؟ انا هنقص؟ انا بديكوا خير وانا ما بديكوش؟ مش بنطلع اسهم للصرف الجاريه ولا انا بكذب؟ ليه بقى؟ ليه يعني؟ لان انا بتحمل خسارتها بالكامل. اي واحد معايا في القناه متابع بعتبره كانك شغال معايا في محفظتي الخاصه. اللهم ان نسبتي بتقل، نسبتي اللي انا المفروض اخدها منك من عرق السوق بقى لها ال 15%. ليه؟ عشان انت تطلع الصدقه الجاريه. ما انا لو قلت لك نسبتي كل واحد هيستغلي يقول لك لا يا عم اطلع صدقه، لا يا عم انا بنزلها لك عشان مع ان دي من عرق السوق مش من جيبك، انا جايبه لك من عرق السوق، يعني هو مش من جيبك. انت بتتحمل مسؤوليه بالكامل يا دكتور احمد في السهم. امين يا دكتور احمد. وبعد كده انت بتخش على مسؤوليه الشخصيه، يعني انت داخل وقلبك ميت، عارف ان الخساره بالكامل على الاخ العبد الا دكتور احمد، يعني ما حدش هيقدر يخسرك جنيه طالما انت معايا. حلو الكلام؟ امين يا دكتور احمد، راجل 100 100. الله وربنا يحفظك، ربنا. وانا والله العظيم بحبكم في الله ورب الكعبه بحبكم في الله. تمام. طلع كسبت يا عم 10000 جنيه، كسبتك 10000 جنيه، كسبتك 1000 جنيه. طلع بقى 150 جنيه لله لاهل الله باسم اخوك دكتور احمد سمير مصر، واخويا الله يرحمه، وابويا الله يرحمه، وجدتي
ام ام والدتي الله يرحمها. تمام، بس مش عايز منك اكتر من كده. فمفيش نزول في السوق ده، السوق ده لسه قدامه صعود، لسه قدامه صعود، السوق ده ان شاء الله لسه قدامه صعود. خلاص، فان شاء الله باذنك يا رب السوق ده قدامه صعود. تمام، فالسوق ده ان شاء الله فيه صعود، السوق ده لسه فيه صعود. تمام، ان شاء الله باذنك يا رب. ده بالنسبه لايه؟ للسوق الايه السبعيني ومؤشر الايه ال30. ولكن الحذر من ايه يا دكتور احمد؟ الحذر من السهم بتاعك شخصيا. يعني السهم بتاعك احذر منه. انت دايما طالما سهمك ايجابي خلاص خليك في السهم، سهمك سلبي خلاص بقى للاسف. المشكله ان انت لما بتشتغل مع حد عنده علم انت نفسك بتبقى مطمن على فلوسك. والكلام مش على نفسي بس، على اي حد. لو انت شغال مع حد عنده علم بجد اطمن عليه لو هو فعلا انسان امين ومؤتمن على علم بجد. لكن لو انسان بقى للاسف علمه للاسف مش هينقذك وقت ما يحصل ازمات، احسن لك تدور لك على حد افضل منه. انت وراحتك. تمام، انا كدكتور احمد انتوا عارفيني. تمام، مش محتاج اعمل دعايه لنفسي، انا معروف الله اكبر عليا بفضل الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. لكن بتكلم على الناس اللي ما اعرفش، الله يرزقها خير يا رب في السوق يا رب. يعني عشان بس ايه يبقى انت عارف، لان وقت ما يحصل نزول تصحيح قوي للاسف الاسهم هتصحح، الاسهم اللي جابت قمم هتصحح. طيب، ده بالنسبه للاسهم. تعالوا بس عايز اكلمكم على حاجه كده، حاجه كده من محبين الايه، من محبين دكتور احمد. فاكرين السهم ده المصرية الدواجن؟ فاكرينه؟ فاكرينه لما كنت اقول تشتغل معاه من هنا او رب الكعبة؟ فاكرين لما قلت لك تشتغل معاه من 5 جنيه، 6 جنيه وتبيع عند ال7 جنيه او ال7.20؟ فاكرين لما قلت لكم هتاخدوه من 64 تمام وتبيعوا عند ال6، او تشتغل معاه من هنا او تشتغل معاه من عند ال6 وتبيع عند ال7؟ عامل اختراق يا باشا. شايفين الاختراق؟ عشان تعرف بقى ان يعني كان في واحد والله الله يعني الله ربنا يحفظهم يا رب، السهم كنا واخدينه في ربع ونزل ربع وربع، وانا قلت لهم ما تبيعوش. بس طبعا اللي بيخاف الجبان بيبيع، انا ما بعتش بصراحه. تمام، استنيت 6 شهور وبعدين ربنا كرمني وايه وجبت الخير بتاعي، ما اقدرش انكر وطلعت بمكسب. بس طبعا يعني ايه، انا ما ينفعش ان انا ابيع سهم انا اعلم بان علمه فيه خير. حتى لو العلم خاني، حتى لو العلم خاني، المهم ان ايه، محفظتي ما تطرش. يعني ما يبقاش معايا 500 واروح ابيع مثلا ب 250 ولا 200. ده انت متخلف عقليا. وانت يعني اللي بروح امك لما ال 200 معاك بقى هتجيب ال 500 ازاي؟ انت اهبل يالا. ما تخليش العلم يعني، طالما السوق طالما العلم فيه، طالما السهم فيه علم خلاص خليك في العلم. ادي العالم الوسخ، ادي العالم الوسخ. ادي اول شمعة عمال يحط فيها، وتاني شمعة بيحط فيها. شوف الوسخة، شوف الناس الوسخة عشان تعرفوا الناس الوسخة وسخة. ادي ربع وربع وربع وربع. شوف الوساخة، شوف الاغلاقات الوسخة. تقول بقى ايه يعني بعد الاغلاقات الوسخة ده عشان تعرفوا ان في ناس نكسة في السوق. تمام، عشان تقولوا بقى ايه ده خلاص بقى ايه كده السهم كده ايه يعني خلاص ده اغلاقات دي بتؤكد ان الدنيا. يقول لك لا، انت اهبل. وانا كنت قعدت كل ده عشان يعني وانا كنت قعدت اجمع بال3 جنيه وانزل 6 شهور ب2 جنيه وانزل ب5 جنيه ولا 6 جنيه ولا 7 جنيه. كل ده عمال اجمع عشان اروح ابيع عند ال7؟ لا روح امك، انا هبيع عند ال10 وال11 كمان. او السهم ده بقى، السهم ده انا كلمتكم عليه في يوم من الايام وقلت لكم السهم ده شرعي ونزلته للصدقه الجاريه، وقلت اللي عايز يشتغل السهم ده يشتغله من عند ال6 ويباع عند ال7. قسما بهذا الله حصل، قسما بجلال الله هذا حصل. تمام، فادي يا عم، ادي دكتور احمد، ادي علم دكتور احمد، ادي علم دكتور احمد. هل ممكن يوصل للقمه دي؟ الله اعلم. ما اقدرش اقول لك، ما اقدرش اديه حتى توصيه. ما اقدرش، اخاف اديه حتى توصيه. اخاف. تخيل انا بخاف قد ايه على الناس. بخاف على الناس، ما بحب الناس بخاف عليه. تمام، لكن هي دي منطقه بيع، هو الان في منطقه بيع.
يعني اقرب دعم ليك اللي هو ال7 جنيه 40 قرش اللي طلع من عندها. ولكن السهم طبعا في قمه يعني. بس يعني هي الفكره يعني انا بقول لكم علم دكتور احمد، لان السهم ده في يوم من الايام كنت منزله وقلت اللي يشتغل معايا يشتغل من كده وكده، قسما بالله الناس اللي تعرفني عارفه مين دكتور احمد. عشان ما نطولش، انا طبعا يعني جاوبتكم على كل اللهم صل وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، كل الاسئله اللي دايره فيكم. على فكره انا الفيديو اللي فات ده كان فيديو قيم جدا يعني. الناس اللي ما شافوش محمدا انا عبده للاسف ممكن ورسوله اشيله، وخاتم هو الأنبياء فعلا الواحد لما والمرسلين. بيدي من قلبه ويقول افضل فيديو، فدي حاجه مش بتنكتب يعني هبهزر او عشوائيه يعني، ولكن الكلام ده من قلب القلب يعني، من قلب القلب. أنا طبعا فوق كل الناس راسي الحبايب الغاليين اللي هم والله العظيم ربنا ما يحرمني منكم. أستاذ محمد الجندي ومحمود، أستاذ أحمد الطوخي، ربنا يحفظكم جميعا، جمعة مباركة عليكم جميعا. يا جماعة انتوا فوق راسي والله العظيم، والله العظيم كلامكم ده شرف، أجمل شرف أشيله فوق راس أستاذ محمد السداوي. ربنا يحفظك يا عم، ربنا يحفظك، ربنا يحفظك، ربنا يحفظك يا غالي، ربنا يحفظك. انت يوم ما تحتاجني استاذة هنا فوق راسي، فوق راسي معرفتك الغالية. ربنا ما يحرمني يا رب منكم دائما وابدا من كل تعليق يا رب واحد بيكتبه لي. الله ما يحرمني من كل تعليق واحد بيكتبه لي يا رب، لان اقسم بالله الكلام ده بيبقى غالي جدا عليا، غالي جدا 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 عليا، قسما بالله بيبقى غالي 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 يعني، غالي جدا يعني قسما بالله. طيب في منفيس الادويه، حاضر على راس تحت امرك يا استاذ مين؟ فاروق، ماشي حاضر. لا مفيش صبر سنتين ثلاثة، لا 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 حاسب، انت بتتكلم على احمد، على احمد ندى، بتتكلم على زبيد؟ لا يا عم 93 ما خلاص يابا الثلاثة خلصوا، السهم قابل للانفجار في اي لحظة. زبيد اللي عايز يقعد فيه قابل للانفجار، بس يا امانة الله الصدقة الجارية بتاعت ربنا اوعى تقرب منها، لان دي فلوس ربنا، وربنا يعني ممكن يزعلك زعل كبير لو فكرت في يوم من الايام تاخد فلوسه. انا منزلها لربنا باسم الله، ففلوسه بتاعت ربنا، فربنا يستفي معاك بقى ايه انت وهو، لكن دي فلوس الله مش فلوس يتيم، ده فلوس ربنا نفسها. طلع لازم تطلع. تمام. فلكن سبيد ما عادش فيه قدامه كتير، سبيد ان شاء الله جاي في الطريق بغباء يعني. تمام. اخويا الغالي الف سلام عليك. والله ايدي لسه بتوجعني يا جماعه، مش عارف ارد عليكم قسما بالله، ربنا يحفظكم. بس هي بتتعافى يعني، منه لله بقى. واحد يعني غصب عني وقعت ايدي اتجزعت جامد صبع. ربنا يبارك فيك استاذ احمد، وحبيبي يا عم احمد، حبيبي استاذ محمد السيداوي. بص يا حاج محمد، الناس اللي يعني انت لو في يوم من الايام احتجت اي حاجه يا باشا انا على الواتس مستنيك يا باشا، والله العظيم عشان تعليقك بس، لا حبا فيك كشخص، انت اخلاق الراجل ده واي حد يعني يعني له تعليق مميز على قلبي جدا. يا باشا خدماتي موجوده يا باشا للواتس يا باشا، يعني اي سهم اي حاجه مزعلاك على الخاص انا تحت امرك، فاتح لك قلبي، فاتح لك قلبي. حاج ابراهيم الغالي ربنا يحفظك ويرزقك معايا الخير كله باذن الله. داخل معاه في سهم ربنا يرزقه خير ان شاء الله، ربنا يرزقنا معاه داخل معاه في السهم يعني ان شاء الله. في ناس كده من عند ربنا سبحانه وتعالى بيكون دخلها في السهم اللي انا داخل فيه، هو السهم ان شاء الله يكون فيه خير قوي يعني. تمام. وبرده في دكتور محمد برده راجل محترم جدا برده شغال معانا داخل في نفس السهم، ربنا يرزقكم خير. طبعا تعالوا نبص بص على الدولار، تعالوا نغير الجلد بتاعنا. ده الدولار جنيه يا جماعه، ده الدولار جنيه، يعني الجنيه اللي هو الدولار اللي هو بالاصفر والجنيه اللي هو بالازرق. تعالوا شوفوا الجنيه قدام الدولار داخل في مرحله قوه قويه جدا، يعني الجنيه بقى في حاله قوه، الجنيه نفسه بتاعنا المصري بقى في حاله قوه. فعندك دعم قوي عند ال 46 59، لو كسر الدعم ده، هو لغايه دلوقتي الجنيه يعتبر كسر دعم 47 جنيه، لكن هو نازل ل 46 60، فالجنيه دلوقتي 46 80، فهو هينزل لو كسر 46 60 دي، ممكن نلاقي الجنيه وصل ل 45 او 42، واقرب دعم ليه ساعتها هيبقى تحت خالص، اقرب دعم ليه هيبقى عند ال 32 جنيه. طبعا الكلام اللي بقوله ده خزعبلات فنيه لكن هو اخره 5 46 60 او 45 جنيه. فالجنيه بتاعنا بقى في حاله قوه، بقى في حاله قوه، ما بقى في حاله قوه.
فانت يعني ما شاء الله، بس يعني نتمنى من الله ان هو ما يلفش ويطلع تاني. فالجنيه ده للدولار يو اس دي ايجيبشن باوند، فالجنيه نفسه بتاعنا بقى في حالة قوة، بقى في حالة قوة. تمام. وده الذهب لمحبين الذهب. انا بعشق الذهب، بعشق تحليله. انا كنت انا لو اعرف شركة محترمة كنت اصطدت الذهب من هنا، خدته من هنا لهنا، ويشهد رب العرش كنت خدت من 4000 يا دكتور احمد 430 او 35 ل 5000 دولار. عارفين يعني انت بتتكلم في 600 دولار في اقل من اسبوع، في اقل من يومين ثلاثه. اي والله. يلا حبايبنا الاغلاء. طيب تعالوا بينا نحلل منفيس للراجل طيب المحترم بتاعوت. تعالوا نحلل منفيس للادويه. تمام. منفيس اهو يا عم، مش انا قلت لك هينزل هنا 130 جنيه؟ اقسم بالله قايل هينزل 130، اقسمت بجلال الله. اقسم بالله قلت 130 ده اقرب دعم ليك. تمام، اقرب دعم ليك 130. تمام، هو ده اقرب دعم ليك. ده السهم يعني، ده منفيس يعتبر يعني السهم ارتداد. ايه تاني يا غالي؟ القاهرة الاسكان كان في واحد سأل عليها. منفيس لازم تسكت في بس المشكلة بقى ان السوق لو نزل يعني اسد ده سهم تقيل. العربية الصناعات الزراعية ورماس ماشي. القاهرة الاسكان و اتش ار بي او. القاهرة الاسكان حاضر. قرار اسكان وسهم اتش ار بي او. اتش ار بي او ده يعني انت كتبت قرار الاسكان بالعربي واتش ار جايبه لي بالانجليزي، والله انت عسل. القرار الاسكان او ده مثلا من الاسهم اللي لسه بس يا حبيبي، بس يا حبيبي. تمام، ادي من الاسهم اللي ايه، اللي يعتبر هي عندها دعوم قريبه جدا جدا من مؤشر ال70. ان عندك جنيه 19 قرش والجنيه 20 قرش، ما يتمش كسرها للاسف. تمام. الجنيه 19 والجنيه 20 قرش لا يتم كسرها لأسفل بأي حال من الأحوال، ولسه ما يخش شوية في السلبية. تمام. اتش اي ار بي او بقى اللي هو متهيألي هو اتش ار بي او ده اسمها ايه؟ آم، اسمها ايه طبعا في أسهم كتيرة بقى ولا لها علاقة بالسوق. بيلتون اسهم ولا كأن السوق موجود، ولا كأن ما تفهمش بس اسهم ده هتحصل ايه لما السوق ينزل. اتش ار بي او فين؟ اتش ار بي او دي يا ابني؟ يكون قصده على اي اف جي هيرمز. اتش ار بي او. تمام. او السهم ده سهم وسخ وغير شرعي وزباله، وبيلعب لعب الوسخ. بيلعب لعب، بيلعب لعب. الله يخرب بيتك يا اخي. السهم ده عندك دعم 27 35. 27 35 لو تكسر، لو كسرت للاسف السهم هيقلب سلبي. واهم دعم عندك ال 24 جنيه. ده لو شخلل السوق بغباء يعني، ان للاسف ممكن السوق يشخلل بغباء. ده بالنسبه للمنفيس والسهم دوت. تمام. ريماس والعربيه للصناعات الهندسيه. ريماس انت فهمت كلامي غلط يا عم احمد؟ انا ده خلاص عدى خلاص تجميع. ريماس 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 يعني سهم تجميعي بحت. ريماس سهم تجميعي بحت. تمام. طبعا الناس لغايه دلوقتي هامور، طبعا هامور حقير زيه. فبيجمع يا باشا، عمال يجمع. الدعم عندك اللي هو الجنيه و13، الجنيه 11، جنيه 12 ده اهم دعم عندك. وايجابي للاسف تحتيه سلبي. تمام. ده ريماس. عربيه الصناعات الهندسيه ابشر. عربيه ده فوق 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 فوق. انا بقيت بحب السوق المصري يا جماعه. في لقمه عيش يا جماعه، في لقمه عيش، في لقمه عيش ليا ولاي حد شغال معايا يا جماعه. يا جماعه
سوق زباله. انا السوق السعودي ده اللي ربنا كرمني الخير منه، هو والاماراتي والكويتي برضو، بس السعوديه كان اكتر حاجه يعني. للاسف بقى سوق زباله. عندك العربيه الصناعات الهندسيه، عندك اهم دعم، عندك جنيه 86 قرش لا يتم كسره. لو كسروا السهم سلبي، طالما هو فوقيه يعتبر السهم ايجابي، كسروا السهم هيكون سلبي. تمام. لا اذكركم بالسهم، الاسهم اللي انا نزلتها على القناه. عايز تعرف ايه السهم؟ روح وفلي القناه وهتعرف ايه اقرب سهم اللي نزلته فيه خير. تمام. مش هعيد انا الكلام، ما بعيدش كلام. يعني علمنا بقى اقوى ان انت تعيد عليه كلام يا دكتور، وانتوا حبايبي يعني. عشان اللي يعرف انت يروح يتعب لي شويه، مش اللي هو ايه عايز تكسب كده. يعني انت يعتبر يعني اللي في اهل القناه دول من اكتر الناس مكسب ليه، لان لو بتشتغل معايا انا بشيل خساره بالكامل وبتاعتك، بس اللي على القناه بيطلع 15% بس صدقه جاريه. طبعا انا بحب ان انا اطلع من علم صدقه جاريه عشان انفع في حياتي في الاخره يعني. آه اللهم لا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. فمش كل حاجه الفلوس، والرزق مش كله فلوس. في الرزق ربنا بيديهولك على هيئه حاجات تانية، لازم انت تكون واخد بالك منها، لان مش كل الرزق فلوس. اتمنى تكونوا فاهمين. سوق المال بيتكلم في الفلوس، لكن مش كل الرزق في الحياة فلوس. ربنا يرزقني ويرزقكم كل خير. تمام. لكم مني كل المحبة والتقدير والاحترام. لا تنسوا فضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكرا لكل الناس اللي بتعمل لايك وكل تعليق منكم على هذا الفيديو. ومتحرمنيش لو الفيديو عجبك من لايك بسيط منك، يبقى جزاك الله خير لغيرك. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.